يا صباح الفل، يا صباح الجمال، صباحكم مشرق بنور الله. ربنا يجعله صباح الخيرات والبركات علينا وعليكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وتشجعوني بدعواتكم الحلوة في الكومنتات، ولأول مرة تشرفيني في القناة ياريت تعملي اشتراك وتنضمي لعيلتي الصغننة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. اللي قدامكم ده بقى اكتر حاجة بحبها في الفطار، حاجة كده بتاخد قلبي. احنا كنا خارجين في مول، فكنا بنجيب شوية حاجات يعني، فشفت الكورن فليكس ده، وده كورن فليكس من ابو عوف. انا مش اول مرة اجربه، انا جربته كذا مرة قبل كده. حاجة في منتهى الروعة. ده بقى يمشي معاكي في الفطار، يمشي معاكي في العشاء، سناكس بين الوجبات، تصبيرة للولاد. هو في اي حاجة مش هيقولك لا. وعلى فكرة هو مشبع جدا. طبعا الكورن فليكس بتاع ابو عوف مش موجود عندي هنا على طول، اقصد يعني في المنطقه اللي انا فيها، انما موجود انواع كتير وبصراحه مش كلها بتبقى كويسه معايا. الكورن فليكس بتاع ابو عوف ده القرمشه بتاعه رهيبه رهيبه رهيبه، وطعمه حكايه والله. يا ريت تجربوه. وعلى فكره التوابل بتاعه كمان حلوه جدا، يعني انا جربت من عنده اكتر من كذا حاجه، بصراحه حاجته حلوه. احنا كنا هنا يوم الجمعة الصبح، قلت نخلي فطارنا حاجة خفيفة، كورن فليكس باللبن، عبال ما نحضر الغدا. وفي نفس الفيديو ده هعمل معاكم الغدا بتاع يوم الجمعة برضو. انتي طبعا لازم يتحط على الكورن فليكس لبن مغلي، وبتحطي السكر زي ما انتي عايزة تحطي عسل برضو زي ما انتي عايزة. انا هنا حطيت السكر وحطيت اللبن المغلي وقلبته كويس، واستنيت عليه شوية. انتي بتستني عليه شوية، هو طبعا انتي بتحطيه مقرمش، وبعد شوية لما بيتحط في اللبن المغلي بيبقى طري كده وحلو قوي. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. هنا كان شكله بعد ما طلع وكان جاهز للأكل. شايفين شكله قمر ازاي؟ أقرب حاجة لقلبي، جربوها تحبوه جدا. يلا بقى نحضر الغدا، خلصنا من الفطار يلا ندخل على الغدا على طول. الغدا بقى في اليوم ده كان عبارة عن مشويات، فهنتبل مع بعض كفتة لحمة، وهنتبل مع بعض لحمة ستيك هتتشوي على الفحم برضو. وكان عندي طبق كفتة فراخ كان حوالي كيلو وربع، كيلو ونص كده، فطلعته برضو وشويته على الفحم معاه عشان احنا بنحب الكفتة جدا مشوية. يلا بقى ندخل على التتبيلة. هنجيب بصل وفلفل وثوم وهنضربهم كويس جدا في الكبة، وبعد ما يتفرموا كويس هفصل بقى المية عن التفل بتاع البصل والفلفل. لازم نصفي المكونات دي كويس جدا. المية بقى اللي نازلة من البصل والفلفل هنستخدمها لتتبيلة اللحمة الستيك. احنا دلوقتي بنحاول نجهز تتبيلة الكفتة. طبعا انا قفلت الكاميرا وقعدت اعصر بايدي بصراحة، لان المعلقة ما كانتش هتنزل معايا كمية المية اللي كانت موجودة في التفل بتاع البصل. ادي كمية المية اللي طلعت معانا، وده التفل شايفين بقى ناشف خالص، احنا مش عايزين فيه نقطة مية عشان الكفتة تبقى ماسكة وكويسة معانا. وفي نفس الكبة هجيب طماطميتين وهضربهم برضو، لان انا عايزة على تتبيلة اللحمة اللي هي الستيك طماطم، عصير طماطم. ما حطيتش الطماطم الاول معايا في المكونات لان انا مش محتاجاها في الكفتة، علشان ما تبوظش معايا الدنيا. هصفي بقى الطماطم، انا خلطت طماطميتين كبار، هحاول بقى اصفيها كويس، عايزين العصير بتاعها بس. احنا بنحاول نخلي على اللحمة الستيك سوائل بس، لان طبعا اي حاجة هتكون موجودة عليها هتتحرق معانا وهتكون شكلها مش حلو خالص. هبدأ بقى ان انا اتبل التتبيلتين معايا. حطيت هنا ملح على تتبيلة اللحمة الستيك اللي هي طبعا السايلة دي، حطيت عليها ملح، واحط عليها فلفل اسمر، واحط عليها ليمون، واحط عليها زيت. وحطيت على تتبيلة الكفتة ملح وفلفل اسمر، وحطيت حبة بيكنج باودر صغيرين خالص، يعني على طرف المعلقة كده عشان يخليها هشة وحلوة. وحطيت نص معلقة نشا على الكيلو المفروم، نص معلقة نشا. ليه النشا؟ لانها بتخليها جوسي معانا، وفي نفس الوقت بتمتص السوائل، اي سوائل موجودة في الكفتة بتمتصها وتخليها متماسكة معانا وما تفكش. وكده التتبيلتين بقوا جاهزين معايا. احنا هنقلبهم بس كويس جدا مع بعض.
عشان المكونات تختلط كلها كويس. وبالطريقة دي هتعملي احلى واطعم مشويات في البيت وعلى ايدك، وحاجة نضيفة انت عارفة انت عاملاها ازاي. ده غير طبعا ان يوم المشويات بيبقى يوم مشاركة، يعني انت لما بتدخلي المطبخ في يوم عادي تبقى انت لوحدك اللي واقفة تطبخي، يوم المشويات بقى بتبقى انت مثلا وزوجك واولادك، فبيبقى يوم حلو. حطيت بقى التتبيلة بتاعي على الكفتة وهنعجنها كويس جدا. لازم المكونات كلها تختلط ببعض، طبعا مش بالمعلقة، انت هتعجني بايدك. شايفين قوامها بقى عامل ازاي؟ لازم بعد العجن ده لازم تدخل التلاجة تستريح شوية، وبعد كده تطلعيها تصبعيها وتدخليها برضو التلاجة تستريح شوية عشان تبقى متماسكة معاكي وما تقعش على الفحم. انا هنا سبتها تتبل شوية وغطيتها وحطيتها في التلاجة. طبعا الكفتة او اي لحمة بلدي عموما مش بيتحط عليها غير الملح وفلفل اسمر بس، مش بيتحط عليها حاجة اكتر من كده. وعلى فكرة في اكبر المطاعم كمان بيعملوها كده عشان ما تضيعوش طعم اللحم. دي اللحمة اللي استك معايا. بتجيبي اي قطعة لحمة فيها نسبة دهون زي اللي انت شايفاها قدامك دي، حطيت عليها برضو التتبيلة بتاعي. ومعلومة مهمة بقى ليكي، لو انت هتتبلي اللحمة الستيك دي من بالليل فتبليها عادي بكل اللي احنا عملناه ده ما عدا الملح، ما تحطيش عليها ملح ابدا. ولو هتتبلي مثلا من قبلها بساعة ولا حاجة حطي الملح، لان الملح لو قعد فيها كتير هتلاقي اللحمة بتشد معاكي. انما لو حطيتيها في ساعتها كده مثلا قبلها بربع ساعة نص ساعة ساعة بكبرها هتلاقي اللحمة مستوية معاكي جدا وهتلاقيها بتدوب. شايفين بقى الجمال؟ اللي هي الفتحة شوية دي كفتة الفراخ. كفتة الفراخ او كفتة اللحمة انتي بتتبليها وبتحطي لها ملحها وبتظبطيها لو من بالليل عادي برضو مش بيحصل اي حاجة، بالعكس يعني هي كل ما بتتبل كل ما بتكون احلى. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، ولو عجبكم لايك واشتراك.